التاريخ عرف بزاف ديال الملوك اللي سيطروا على أراضي كثيرة في الدنيا، ولكن هاد الربعة هما اللي قدروا يحكموها من شرقها إلى غربها. بداو بأول ملك اللي كان من المؤمنين وعطاه الله ملك ما عطاهش شي واحد من غيره، اللي هو نبي الله سليمان عليه السلام. كان واحد من أعظم الملوك في التاريخ، حيث ماشي غير ملك ولكن كان نبي وعطاه الله معجزات اللي ما عطاها لحتى شي حد. ندوزو للملك الثاني اللي كان من المؤمنين اللي هو ذو القرنين. كان قوي وكيدور الدنيا كاملة من مشرقها حتى المغربها. مشى لأقصى الشرق ولقى ناس كيتعداو عليهم قوم فاسدين، طلبوا منه يعاونهم فناضوا بنى عليهم واحد السد من الحديد والنحاس الدايب، حتى سد عليهم الطريق وقال ليهم هاد السد غادي يبقى حتى اليوم القيامة. ودابا غندوزو للملك الثالث اللي كان من الطاغية، اللي كان الاسم ديالو نبوخذ نصر او بوخت نصر. كان واحد من اخطر ملوك بابل، كان ملك قوي وظالم وواحد من الجوج الكفار اللي حكموا الارض. هو اللي بنى الجنائل المعلقة اللي كانت واحدة من عجائب الدنيا السبعة. كان كيشوف راسو اله على الارض وما كانش كيخاف حتى من شي حد. ودابا وصلنا للملك الرابع اللي حتى هو كان كافر، اللي الاسم ديالو هو الاسكندر الاكبر او الاسكندر المقدوني. كان اخطر قائد حربي عرفاته البشرية، وكان عنده واحد النوع ديال العبقرية في الحرب وما عمره خسر في شي معركة، وكان يطمح باش يوحد العالم كامل تحت الحكم ديالو. عكس النمرود كان ملك قوي وطاغية خطير، ولكن ما حكمش الارض كلها.